يا جمال الصينية دي! الله! حاجة كده ملهاش حل، طعمها جميل جدًا، الصوص بتاعها حكاية، بجد لازم تجربيها. يا نهار أبيض! شايفين؟ والّا طعمها! إيه ده! بجد ما فيش كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدًا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات، ويالّا بينا ندخل على الصينية الخطيرة دي. هنعمل الفرخة اللي انتوا شايفينها دي بالبطاطس والجزر، وهنحشيها كده حشوة جميلة جدا. تابعوا الفيديو لحد الآخر. صينية ملهاش حل، طريقتها سهلة وبسيطة وتنفع جدا في العزومات. سريعا كده معانا معلقتين من الصلصة، هننزل عليهم بمعلقة من الباربيكيو، وشوية من عصير الليمون، مقدار ليمونة واحدة عصرينها، وشوية ملح وشوية فلفل اسود. الصوصات اللي معانا بقى دبس الرمان، هنحط كده معلقة منه، وهنحط معلقة من صويا صوص. خلي بالكم الصوصات اللي احنا بنحطها دي بتودي الطعم في حتة تانية خالص، تفرق جدا في الطعم. ومعلقة كده من المستردة، وشوية من زيت الزيتون، مقدار معلقة، تستبدليها ممكن بالزيت العادي. ومعلقة صغيرة من التوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. قلبي بقى كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعضها. حبة صوص بقى مش قادرة أقولك، هيخلوا الفرخة دي ملهاش حل. فرختك بقى غسلاها ومنضفاها ومنقعاها كويس جدا في الملح والليمون، وزي ما انتوا شايفين فاصلة الجلد عن اللحمة عشان أعرف أتبلها كويس. دخلي بقى التتبيلة الحلوة دي في كل حتة في الفرخة. كل ما تتبليها كويس كل ما تشرب معاكي التتبيلة وتديك الطعم الجميل. اهو نتبلها بقى كويس جدا. وبعد ما نتبلها نسيبها كده لمدة ساعة في التتبيلة، لحد بقى ما تاخد كده الوقت بتاعها في التتبيلة. هنعمل الحشو. معايا معلقتين كبار من الزيت، هننزل عليهم بالبسلة وبالجزر. دي بقى الحشوة بتاعتنا اللي هنحشي بيها الفرخة، وهتشوفي بقى الطعم عامل ازاي بالحشوة الرهيبة دي. ابتدي بقى كده دبلي الجزر والبسلة في الزيت كويس، وبعدين نكون بقى غاسلين الرز ومصفيينه، ونبتدي بقى ننزل عليه بالشكل ده اهو. هنبتدي برضو نقلب الرز في البسلة لحد ما تلاقي الرز بتاعك فلفل كده اهو. حشوة جميلة جدا. احنا هنعملها نص سوا عشان هتاخد لسه السوا بتاعها مع الفراخ، يعني مش هنسويها سوا كامل. دي شوربة بقى كانت عندي في الفريزر، طلعتها وسخنتها، هسقي بيها الخلطة الجميلة دي. مش هنكتر الشوربة عشان احنا عايزينها نص سوا. تمام، ده كده السوا اللي احنا عايزينه. نرجع بقى لبقية الوصفة بتاعتنا. بولة كده زي ما انتوا شايفين، هننزل فيها الخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه، البطاطس والجزر والفلفل الالوان والفلفل الحراق حسب رغبتك طبعا، وشوية الصوص دولت نفس الصوص اللي احنا عملناه وتبلنا بيه الفرخة. وزي ما قلتلك الصوص ده هيودي الاكلة بتاعتك دي في حتة تانية خالص، هيفرق معاكي جدا في الطعم. ولو هتستغني عن بعض الصوصات، اللي ما تقدريش تستغني عنه في الوصفة دي دبس الرمان، اساسي جدا في الوصفة. ابتدي بقى امسكي الفرخة بتاعتك بعد ما تبلناها كده لمدة ساعة، هنحشيها بقى بالرز والبسلة والجزر. ما تحاوليش تحشيها قوي عشان بتفك لو تقلتي عليها في الحشو، يعني هي شوية فكت مني في السوا، فانتي ما تقليش عليها قوي في الحشو. انا حشيت الجلد كده اللي انا مفرغاه بالشكل ده،
جميلة جدًا وتنفع لو عندِك عزومة، بيبقى شكلها جميل أوي على السفرة. ابتدي بقى اربطيها كويس جدًا قبل ما تحطيها في الصينية. صينيتنا بقى اللي إحنا محضرينها هننزل بيها الخضار اللي إحنا قطعناه، هنحطه كله فيها بالشكل ده، ونبتدي بقى نسويه. في الوقت ده تكوني مشغلة الفرن بتاعِك على نار متوسطة. هي مش هتاخد كتير في الفرن، تقريبًا نُص ساعة. أهو. على الفرن بقى على طول، بس نحط لها الأول الورق الزبدة، نقفله كويس، وبعدين نحط الورق الفويل على الفرن بقى ونشوف شكلها في الآخر. أهو. شايفين؟ والله ما قادرة أقول لكم شكلها عامل إزاي ولا طعمها. بس زي ما قُلت لِك ما تحاوليش تكتري الحشو أوي تحت الجلد، علشان ما يفكش منِك. يا نهار أبيض! حاجة كده تستاهل إن أنتِ تجربيها. سهلة وبسيطة وما أخدتش مننا وقت خالص. أهو. أهو. حاجة كده ما لهاش حل. دي كانت الصينية بتاعتي النهارده، وده كان الفيديو بتاعي، أتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك. شكرًا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باحبكم في الله.